الحمد لله راه عاقل، تقدر تحطه معك تفرج معك بارسا، لا تبع الريال يتفرج معك الريال، تبع مسلسلات، وراه كي يقعد في الصالون هذا وحده تفريجه. اليوم جيت نضرب طلع على كباش رومانيا بعد ما داروا رحله اكثر من 3000 كيلومتر وجاوا في باخره والحمد لله وصلوا لاباس عليهم بصحاح ماكلين شاربين، لقيناه مريحين ومرتاحين وفرحانين في بلادهم الجديده. والشي اللي راهو محيرني بزاف انهم لقيتهم عاقلين وما يشبهوش لتاعنا. وشوف بعينك ما تلقاش خلاص زوج يتناطحوا حتى واذا حذرني هذا شخص. هو صعيب عندك او ما نكذبش. وبقيت ندور وندور وقاعد نقلب ونشوف وش يقدر يناسبني، ولكن للاسف كان ما عنديش اسمي في القائمه. والباهي في الكباش خلاني درت معاه سيلفي، ولقيت واحد من المحظوظين راهو شرا وكان فرحان، الله يبارك له ان شاء الله في هذا الرزق. من السوق من برا ما نقدرولوش بالسكلات على الجزائر تاعنا، وراك تشوف فيه الله يبارك زي واحد تسمى مانيش راح نزكيه ولا حاجه، واحد كيما هذا نقدر نجيبو انا بستة 6 ونص وقادر ما يطيرلكش. وبالصدفه لقينا هذا الموال اللي موصل الخروف لواحد العائله وسقسيناه على هذا النوع تاع الشتله. شتله هما تاعهم قصار بصح الجزره واللحم فيهم. حنا كمواله هادو يديروا من 30 حتى ل 35 كيلو. مالغري هذا الاخ موال الا انه كي حكى على كباش رومانيا ما كانش من الحاسدين. اسمعوا مليح واش قال. انا كنت مع جدي ندي للسوق نهار العيد نردوا الرزق تسمى سلعه فضال. حنا ثاني ماذا بينا ان شاء الله زيد منه فوق تعود السلعه تفضل لنا. حتى وانت موال، حتى والو موال كل اخر يدي مكتوبه في الدنيا هذه، كل اخر يدي يرزقوا، كل اخر ما كتب له ربي. وسقسيت هذا الاخ قلت له وين راح تحط الكبش تاعك او مازال العيد؟ انا الكبش هذا اللي جبته المره هذه بكري على سبه واحده، انه كبش كيما هذا بوغوس انوش بالنسبه للشعب الجزائري يقدر يريح معايا في الصالة يتفرج معايا البارسا، ماكلته سهله وقعدته سهله والحمد لله راه عاقل. والسيد هذا عنده مشكل واحد فريد. الشيء اللي مخوفني خاف ربي عليه الكبد وما نقدرش نذبحه برك.